بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع The Full Marks in English with مستر محمد كامل. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض Unit 3. نبدأ بالديالوج. سامي is talking to his mother about dinner. سامي بيقول هاي مام وسأل سؤال، فمام قالت له we have fish for dinner today. فيبقى السؤال هنقول what وبعدين helping verb الفعل المساعد هيكون do. يبقى what do we have for dinner today؟ يعني هنسأل عن كلمة fish بأداة الاستفهام what، وبعدين نضع الفعل المساعد do، وبعدين الفاعل اللي هو السبجكت يعني اللي هو we، وبعدين المين فيرب الفعل الأساسي have. يبقى السؤال what do we have for dinner today؟ لما مام قالت له we have fish for dinner today قال لها how about pizza؟ طب وبالنسبة للبيتزا، مام جاوبت عليه فقال لها I know I had pizza for lunch. أنا عارف إن أنا تناولت بيتزا على الغداء but ولكن. طيب يبقى نشوف في نمبر 2 لما هي قالت له إيه؟ قال لها I know I had pizza for lunch. يبقى في نمبر 2 كانت قالت له You had pizza for lunch، يعني أنت تناولت بيتزا على الغداء. فهو رد عليها وقال لها I know I had pizza for lunch. يبقى نمبر 2 هتقول له you had pizza for lunch. قال لها I know I had pizza for lunch but بعدين قال لها كلام فقالت له everybody loves pizza، كل واحد بيحب البيتزا. يبقى هو فوق قال لها but I love it أو I love pizza. يعني لما قالت له أنت تناولت البيتزا على الغداء قال لها أيوة أنا عارف ولكني بحبها but I love pizza أو I love it. فأمه ردت عليه وقالت everybody loves pizza. قال لها so إذا، وسألها سؤال فقالت له because you need different things، أنت محتاج أشياء مختلفة يعني تنوع في الأكل يعني not the same thing all the time، مش شيء واحد طول الوقت. فيبقى في نمبر 4 قال لها why don't you make it؟ إذا ليه ما تعملهاش لما كل واحد بيحب البيتزا؟ طب ليه ما تعمليش بيتزا؟ why don't you make it؟ أو why don't we have it every day؟ ليه ما نتناولهاش كل يوم؟ فقالت له because you need different things، أنت محتاج يعني أشياء مختلفة. بعد كده قال لها then I will have to eat fish، إذا أنا مضطر بقى إن آكل سمك. فمامته مثلا هتقول له yes that's right، أيوة هذا صحيح، أو okay أو good، أي إجابة مناسبة. يبقى yes that's right، نعم هذا صحيح. نشوف السؤال التاني. طبعا في سؤال الديالوج المحادثة بنذكركم إن أي إجابة مناسبة تنفع في المحادثة. شوف السؤال التاني read and complete the text with words from the following list. نقرأ الكلمات الأول، يكون عندنا 6 words 6 كلمات وفي 4 فراغات. عندنا كلمة travel يعني يسافر، latest يعني الأحدث أو آخر شيء latest، lost فقد، pavements احنا عارفين pavement اللي هو الرصيف اللي بيكون بجانب الطريق، أما platforms اللي هو الرصيف اللي بيكون في محطة القطار. وكلمة sports اللي هي رياضي أو ألعاب رياضية، يعني بتبقى ساعات adjective صفة بمعنى رياضي. نقرأ مع بعض. I live in a great community. There are lots of activities. activities for young people لصغار السن such as مثل volleyball and tennis، زي كرة الطايرة والتنس. يبقى بالنسبة للأنشطة اللي هي activities، أنشطة إيه؟ طبعا الإجابة واضحة sports activities، أنشطة رياضية. طيب our roads have wide، الطرق our roads الطرق بتاعتنا have wide إيه؟ طبعا هتبقى pavements أرصفة، wide يعني واسع أو عريض يعني. So it is not a problem for disabled people to، مش مشكلة بالنسبة للناس المعاقين إن هم around
يبقى إن هم إيه travel around، إن هم يسافروا أو يتجولوا لأن في أرصفة في الشوارع. I help at one of the community projects. 2. بساعد في أحد المشروعات المجتمعية أيضا. We help the elderly، بنساعد كبار السن to learn about the technology. يبقى the إيه؟ the latest technology، أحدث تكنولوجيا. the latest technology. وإحنا بنقرأ في القطع دايما بنفكر الطلاب عند الفلوستوب بنتوقف عشان نبدأ جملة جديدة عشان ما ندخلش المعاني في بعضها. نيجي للسؤال اللي بعد كده choose the correct answer. number 1. do you me to believe that؟ عندنا express، expect، accept، agree. طبعا the correct answer is expect. معنى السؤال هل تتوقع مني إن أنا أصدق ذلك؟ do you expect me؟ expect يتوقع، expect to believe that. إنما إحنا عندنا express يعني يعبر، وaccept يعني يقبل، وagree يعني يوافق. فطبعا احنا اخترنا expect. قلنا expect يعني إيه؟ يتوقع. number 2. please until I tell you to stop، حتى أخبرك أن تتوقف. يبقى contain ولا connect ولا collect ولا continue؟ برافو عليكم، continue، استمر، continue. number 3. may I take the to express my thanks؟ community، disability، opportunity، cruelty. الإجابة الصح هتبقى opportunity. معناها هل ممكن أستغل الفرصة ديت؟ may I take the opportunity to express my thanks، لأعبر عن شكري. طيب number 4. she him when she arrived early، surprised، summarized، organized، enabled. طبعا the correct answer is surprised. يبقى هي فاجأته أو أدهشته. surprised him when she arrived early، عندما وصلت مبكرا. number 5. she got married to a man twice her page، cage، age، age. طبعا الإجابة age العمر، يعني تزوجت من رجل يعني في قدها مرتين في العمر، يعني twice her age، كبير في السن يعني. number 6. we our old clothes to charity، deleted، donated، repeated، created. يبقى طبعا donated يعني تبرعنا، donate يتبرع. we donated our old clothes to charity، تبرعنا بملابسنا القديمة للجمعية الخيرية to charity. number 7. the aims at يهدف إلى. aim at يهدف إلى بيجي وراها الفيرب في ing. أما aim to يهدف أن بيجي وراها الانفينيتيف. يبقى the aims at helping disabled people، مساعدة الناس المعاقين. the initiative، negative، positive، primitive. طبعا الإجابة initiative. initiative يعني إيه؟ يعني مبادرة. المبادرة the initiative aims at helping disabled people. وانتوا طبعا حافظين كلمة مبادرة حياة كريمة اللي هي decent life initiative. number 8. he is a man who always treats others، بيعامل الآخرين with kindness بطيبة and respect واحترام. يبقى he is a recent ولا present ولا decent ولا terrible؟ طبعا الإجابة الصح decent يعني محترم أو يعني إنسان مهذب ومحترم decent. بعد كده the hungry children were in of food. were in إيه؟ الأطفال الجائعين كانوا في lead، feed، need، seed. طبعا need in need of في احتياج لي in need of food. number 10. my parents brought me up. brought اللي هو الباست participle، سوري التصريف الثاني اللي هو الباست simple، يعني التصريف الثاني من verb bring. bring يعني يحضر، إنما bring up يعني يربي.
My parents brought me up. يعني والداي ربوني to others. to a infect اللي معناها يعدي، ولا respect يحترم، ولا predict يتنبأ، ولا insect يعني حشرة. يبقى طبعا الإجابة الصح respect. to respect others أن أحترم الآخرين. Number 11. May you live a long and space مكان فاضي يعني life. يبقى health احنا عايزين بقى adjective صفة توصف الحياة. long and health ولا healthily ولا healthy ولا wealth. طبعا الإجابة الصح healthy life حياة صحية. كلمة wealth الأخيرة ديت يعني ثروة wealth. Number 12. I can't with all this noise. مع كل هذه الضوضاء I can't لا أستطيع. relax mix fix prefix يبقى طبعا relax. I can't relax. Number 13. bees اللي هو النحل provide us with money honey fur wool. طبعا الإجابة الصح honey اللي هو العسل. Number 14. My friend is in my uncle's house في منزل عمي. blogger dagger lodger slogan. يبقى lodger اللي هو ساكن أو نزيل. الساكن دوت بيكون في منزل، مثلا أنا مأجر لحد يسكن وأنا ساكن في نفس المنزل، يعني ممكن يكون مستأجر غرفة أو مستأجر في نفس المنزل اللي أنا ساكن فيه. أما لو واحد مستأجر عقار أو منزل وأنا مش فيه يبقى tenant. بعد كده number 15. Number 15. He was born disabled disability enable disabled. أول واحدة disable بعد كده disability enable disabled. يعني هو ولد، طبعا هنختار ايه disabled معاق، ولد معاقا disabled. Number 16. طبعا disable الأولانية ديت verb disable يعيق. disability ديت noun disability إعاقة. enable ده verb معناه يمكن. احنا بقى عاوزين الادجective اللي هي disabled معاق. Number 16. a good manager المدير الجيد is able to handle يتعامل مع any kind of difficult station invitation situation celebration. طبعا هنختار الإجابة الصح situation. يعني المدير الجيد بيكون قادر able to أن يتعامل مع أي نوع من المواقف الصعبة difficult situation. Number 17. she cares for تهتم به وترعى her parents elderly regularly hardly rarely. طبعا the correct answer is elderly parents أبائها الكبار في السن elderly. Number 18. I am with the bad service I received بالخدمة السيئة اللي أنا تلقيتها. disappointment disappointing appointed disappointed. اخترتوا ايه سنة تالتة؟ الناس اللي اختارت طبعا disappointed هو الصح. I am disappointed. يعني ايه disappointed؟ يعني محبط. امال disappointing محبط، يعني في اسم فاعل اللي هي disappointing محبط، اما في اسم مفعول disappointed محبط. طبعا ده هنشرحها ان شاء الله في الجرامر، في الجزء الخاص بالجرامر في نفس الوحدة يعني. Number 19. It's hard for him to his ideas receive ولا communicate ولا infect ولا concrete. شوف بقى الناس المتميزين كده. الإجابة الصح هتبقى communicate. واحد يقول ده communicate يا مستر يعني يتواصل، communicate with يتواصل مع، برضو لها معنى ينقل، يعني communicate his ideas ينقل أفكاره. يبقى الإجابة الصح هنا communicate. Number 20. For every action لكل فعل there is an and opposite reaction ورد فعل مضاد opposite reaction. يعني رد فعل reaction opposite مضاد وإيه equal oral equality local.
يعني لكل فعل رد فعل مساوي له ومضاد في الاتجاه. طبعا كلمة equal يعني مساوي. 21 I don't discuss private يعني لا أناقش private A with my colleagues يعني زملاء، مش بناقش private A. Cutters, matters, monsters, monkeys. طبعا the correct answer is matters. Private matters يعني الشؤون الخاصة. matters الأمور أو الشؤون. private يعني خاصة. private matters. 22 Please speak more. We can't hear you. مش قادرين نسمعك. يبقى speak more إيه؟ rarely, hardly, clearly, cleanly. طبعا the correct answer is clearly. يعني ايه clearly؟ يعني بوضوح. We really should meet to the details يعني التفاصيل. يبقى dress ولا press ولا affect ولا discuss. اخترتوا ايه؟ برافو discuss يعني يناقش. بقول يعني مفروض نتقابل لكي نناقش التفاصيل. We really should meet to discuss the details. 24 A recent اللي هو حديث. A recent shows that بيبين أن the number of smokers عدد المدخنين is decreasing بيتناقص بيقل. عدد المدخنين بيقل. ايه بقى اللي بيبين كده؟ A recent ايه؟ circle survey stay surface. لو انتوا في الامتحان تختاروا ايه؟ برافو عليكم survey استطلاع او دراسة. A recent survey دراسة حديثة بتبين ان عدد المدخنين بيتناقص decreasing يقل. 25 is the absence of light. absence يعني غياب. absence of light غياب الضوء. light لا معنى الضوء ولا معنى خفيف. طيب يبقى كلمة ايه بقى؟ brightness ولا happiness ولا darkness ولا cleverness؟ طبعا darkness الظلام. darkness is the absence of light هو غياب الضوء. 26 This photograph was taken half a century ago. الصورة دي التقطت منذ نصف قرن. It was taken عاوز بقى يقول بقى ان نصف قرن هنا half a century. half a century دي معناها 50 ولا 100 ولا 15 ولا 5. طبعا 50 يعني 50. امال 15 يعني ايه؟ 15 يعني 15. 27 means to say hello or welcome someone أو يرحب يعني يقول hello أو بيرحب بشخص ما. see off يودع ولا advise ينصح ولا help ولا greet. طبعا greet اللي هي يحيي. أمال لو الحرف التاني دوت A مش E تبقى great يعني برافو عظيم أو كبير. يبقى نفرق بين great كبير أو عظيم وبين greet يحيي. 28 The museum is easily المتحف بسهولة by public transport النقل العام وسائل النقل العام. يبقى المتحف is easily ايه؟ disabled accessible invisible visible. طبعا الإجابة الصح accessible يعني يمكن الوصول إليه أو متاح وسهل الوصول إليه by public transport. Number 29 The hotel has special for welcoming disabled people. الفندق يمتلك special facilities difficulties problems hardships. طبعا special facilities خدمات أو تسهيلات خاصة facilities مش difficulties يعني صعوبات ولا problems مشكلات ولا hardships برضو يعني صعوبات. Number 30 I enjoy spending my time reading books. my ايه time اللي هو وقت الفراغ وانتوا حافظينها كويس طبعا. measure ولا leisure ولا pressure ولا mission؟ طبعا leisure time وقت الفراغ. 31 chocolate is my greatest. الشوكولاتة بقى is my greatest nervousness governess weakness sadness. طبعا الإجابة الصح weakness اللي هي يعني نقطة الضعف الكبيرة عندي. بقول كده is my greatest weakness جاي من weak يعني ضعيف. His story had a great
on me قصته كان لها a great affect infect effect suspect. طبعا الإجابة الصح effect تأثير effect بالإي تأثير. أمال affect يعني إيه؟ affect يعني يؤثر على، ما بتاخدش حرف جر. يعني أقول his story affected me أثرت عليا. إنما أقول his story had a great effect on me يبقى effect يعني تأثير effect on تأثير على، إنما affect يؤثر على من غير حرف جر. 33 write today's date اكتب تاريخ اليوم at the top of the في قمة أو في أعلى page cage bridge range. طبعا الإجابة page at the top of the page في أعلى الصفحة. 34 the government wants to the government اللي هي الحكومة government wants to تريد أن public education التعليم العام public education prove اللي معناها يثبت ولا improve. طبعا تعرفين يعني improve أيوة يحسن، ولا break ولا destroy. طبعا الإجابة الصح improve يعني تحسن. الحكومة تريد أن تحسن التعليم العام public education improve يحسن. My doctor gave me a treatment أعطاني علاجا a treatment plain ولا plain ولا palm ولا plain. يبقى treatment plain خطة علاج plain خطة، إنما plain الأولانية يعني طائرة. What a pleasant يعني سار pleasant سار to see you here يعني يا لها من إيه سارة أن أراك هنا. What a pleasant surprised ولا service ولا price ولا surprise. يبقى طبعا surprise اللي هي النون الاسم يا لها من مفاجأة سارة. What a pleasant surprise اللي هي الأخيرة. إنما surprised يعني مندهش دي adjective صفة، احنا عاوزين هنا noun يا لها من مفاجأة سارة. What a pleasant surprise. We have for our teacher we have inspect respect suspect infect. لدينا ايه للمدرس بتاعنا؟ طبعا respect يعني احترام respect احترام. 38 he returned from the war a national عاد من الحرب a national قومي champion loser hero harm بطل قومي national hero. واحد يقول يا مستر طب champion يعني بطل champion بطل فاز مثلا في جولة رياضية في مسابقة رياضية وغالبا بتستخدم في الرياضة. أما بطل قومي national hero. 39 that is so high عالي جدا that nobody can read it لا أحد يستطيع أن يقرأه. poster toaster minister register. طبعا إجابة poster اللي هو الملصق عالي محدش عارف يقرأ. آخر جملة هنا في البيج That was one of the worst days أحد أسوأ الأيام I have ever اللي سبق لي في حياتي إن أنا export يعني يصدر ولا excited ولا examined ولا experienced. طبعا الإجابة الصح experienced يعني جربتها أو مريت بيها في حياتي. عارفين experience معناها خبرة أو تجربة أو يمر بتجربة. كمل مع بعض number 41 we offer excellent to all customers. offer بنقدم أو بنعرض excellent ممتاز. إيه اللي ممتاز؟ لكل الزبائن to all customers. يبقى طبعا نختار servant يعني خادم ولا service خدمة ولا serve يعني يخدم ولا serve اللي هو يعني يبحث على الإنترنت. طبعا الإجابة الصح service يعني خدمة excellent service. The only secret السر الوحيد a woman can keep اللي المرأة تستطيع أن تحتفظ به is that of hair هو السر بخصوص إيه؟ hair edge اللي معناها حافة ولا page ولا age ولا cage. طبعا age اللي هو بخصوص عمرها. 43 he was to a local hospital إلى مستشفى محلي
he was transported, translated, traveled, treated. طبعا he was transported عشان to إلى يبقى نقل إلى. He was transported to a local hospital. Number 44. never knocks twice. ما بيخبطش أو ما بتخبطش مرتين. knock يعني يدق الباب أو يقرع الباب. twice مرتين. at any man's door على باب أي شخص أو أي إنسان. community ولا cruelty ولا disability ولا opportunity. طبعا هو عاوز يقول إن الفرصة لا تأتي مرتين يعني opportunity never knocks twice at any man's door. 45 طبعا الإجابة الصح قلنا opportunity فرصة opportunity. 45 take this after meals بعد الوجبات. take this خذ هذا. poison اللي معناها السم ولا medicine ولا soap ولا prison. طبعا الإجابة إيه؟ medicine خذ هذا الدواء. take this medicine. 46 can I myself I am نبيل سالم reduce اللي معناها يقلل ولا produce ينتج ولا introduce اللي معناها يقدم ولا confuse يربك. يبقى طبعا الإجابة الصح سنة تالتة introduce. بقول can I introduce myself ممكن أقدم نفسي. I am نبيل سالم. 47 you rescued me from an embarrassing أنت أنقذتني. you rescued me from an embarrassing يعني محرج. إيه بقى محرج؟ situation station solution invention. طبعا الإجابة الصح situation يعني موقف. أنقذتني من موقف محرج. أما station يعني محطة. solution يعني حل. invention يعني اختراع. يبقى هنختارنا كلمة situation يعني موقف. embarrassing situation يعني موقف محرج. The palace القصر the palace was designed صمم by an American plumber technician architect. بس technician هنا عاوزة C بعد الإي. technician architect carpenter. طبعا الإجابة الصح architect يعني مهندس معماري عشان بيقول كلمة the palace القصر يبقى architect مهندس معماري. 49 millions of people visit YouTube and other social sites daily يوميا. ايه sites؟ طبعا media ولا studies ولا middles ولا models. طبعا الإجابة الصح media social media مواقع التواصل الاجتماعي. social media sites يعني مواقع. Number 50 we are thinking of buying some new بنفكر في شراء some new future ولا pressure ولا treasure ولا furniture for our new house لمنزلنا الجديد. يبقى طبعا furniture يعني الأثاث اللي هو العفش بتاع البيت furniture. Number 51 my son is doing a school on rockets عن الصواريخ rockets. a school A prevent ولا project ولا protect ولا permit. طبعا ما شاء الله كلكم أكيد عارفينها project a school project مشروع مدرسي. 52 to get the opposite of the word well عشان نجيب الopposite العكس من كلمة well بطريقة حسنة. we add the prefix بنضيف البريفكس اللي هو الحروف اللي بتتحط في الأول this will ولا am will ولا on will ولا in will. طبعا on اللي هي C on will. we add the suffix بنضيف اللاحقة أو الخاتمة الحروف اللي في الآخر to the word attract. كلمة attract اللي معناها يجذب عشان to change it into a noun عشان نخلي attract ديت نخليها noun هنحط لها طبعا إيه meant نقول attractment ولا attraction ولا attractness ولا طبعا attraction يعني جذب attraction. وفي طبعا لما بتكون adjective صفة بتبقى attractive يعني جذاب. طبعا attraction اللي هو الجذب. 54 can you what our life would be like without electricity حياتنا هتكون عاملة ازاي بدون الكهرباء. هل انت ممكن بقى can you imitate يقلد ولا enjoy ولا employ ولا imagine. طبعا الإجابة الصح imagine يتخيل.
can you imagine هل ممكن تتخيل حياتنا هتكون ازاي what our life would be like هتبقى عاملة ازاي without electricity بدون الكهرباء. 55 I made use of every opportunity يعني استغلت كل فرصة يعني استفدت أو عملت أقصى استفادة. I made use استخدمت of every opportunity to my English إن أنا أعمل إيه في الإنجليزي بتاعي improve ولا pave ولا brave ولا dive. طبعا إن أنا عشان أحسن الإنجليزي يبقى improve يعني إيه؟ يعني يحسن. 56 What were the chief يعني الرئيسي of 2023 من سنة 2023 What were the chief adults ولا rubbish ولا events ولا tenants. طبعا ايه الأحداث الرئيسية في 23 events أحداث events اللي هي C events. 57 A is someone that pays someone بيدفع لشخص else شخص تاني to live in their house عشان يعيش في منزلهم. brochure lodger landlord bargain. طبعا الإجابة الصح lodger اللي هو الساكن أو المقيم اللي هو بيستأجر في منزل أو في غرفة عند حد يعني. بس اللودجر بيبقى صاحب العقار أو صاحب البيت موجود برضه ساكن في نفس المكان علشان كده غالبا بنستخدمها مع حد يكون مستأجر غرفة يعني. بعد كده 58 his deafness اللي هو الصمم اللي هو عدم القدرة على السمع. his deafness is the of an accident لحادثة. cause ولا pose ولا reason ولا result. يبقى الصمم بتاعه is the result of an accident هو نتيجة لحادثة نتيجة حادثة يعني عدم قدرته على السمع هو نتيجة حادثة. طبعا cause يعني سبب the cause of سبب وكلمة pause يتوقف وreason يعني مبرر أو تفسير reason بتاخد for. فهو هنا يعني المعنى علشان ما نقولش مثلا إن الصمم بتاعه كان سبب حادثة لا هو الصمم بتاعه كان نتيجة حادثة وخصوصا إن هو هنا عمل كلمة an accident عاملها نكرة يعني حادثة فهو كان نتيجة the result of an accident كان نتيجة حادثة. number 59 this movie يعني الفيلم is for not for children for a وليس للأطفال adults kids babies toddlers. طبعا adults اللي هم البالغين يعني هذا الفيلم للبالغين وليس للأطفال adults. number 60 I am not of anything fear اللي هو الخوف ولا fearful ولا frightened ولا fruitful. طبعا I am not frightened يعني لست خائفا I am not frightened of anything. 61 my sister has 5 years as a computer programmer. export بمعنى يصدر ولا experiment يعني تجربة معملية ولا experience ولا expert. طبعا experience اللي هي خبرة 5 years experience خبرة 5 سنوات كمبرمجة كمبيوتر. أما كلمة expert الأخيرة دي معناها خبير. 62 I find her books totally boring يعني بجد كتبها مملة. the word can be the synonym احنا عارفين تماما طبعا السينونيم يعني مرادف of boring. ايه بقى المرادف من كلمة boring اللي هي معناها ممل؟ هل كلمة attractive يعني جذاب أو جميل هي المرادف لكلمة boring ممل ولا lovely جميل ولا interesting شيق؟ لا طبعا ده كله غلط يبقى كلمة dull يعني كئيب أو ممل dull دي الإجابة الصح. The invention الاختراع of the internet was a great scientific عندنا environment treatment achievement government. يبقى طبعا الإجابة الصح إن اختراع الإنترنت كان a scientific أو a great scientific achievement إنجاز علمي كبير a great scientific achievement. 64 My brother can speak English and French
into Spanish. وبعد كده يعني in نوع to Spanish الأسبانية، إنجليزي وفرنساوي واللغة الأسبانية. in exception ولا option ولا fiction ولا addition؟ يبقى طبعا addition اللي هي إضافة. in addition to بالإضافة إلى. in addition to in addition to بالإضافة إلى. 65. My sister always has a great in music. A great interest يعني اهتمام كبير. A great interest in اهتمام كبير ب. interest دي noun. أما interested دي معناها مهتم، دي adjective صفة. A great interest in music. last sentence آخر جملة عندنا في التشوز بالنسبة للفوكابولري الكلمات. This has no side effects. ليس لديه أي آثار جانبية. no side effects. side effects آثار جانبية. this إيه؟ this medical يعني طبي، ولا this medicine ولا هذا الدواء، ولا idea ولا service؟ وطبعا this medicine هذا الدواء، لأن كلمة medicine لها معنى دواء ولها معنى الطب. نيجي بعد كده للجزء الخاص بالجرامر. Number 1. My sister is between brackets بين قوسين bake a chocolate cake at the moment. الفيرب لما بيجي بعد am أو is أو are بنحط في ing لما بيكون active مبني للمعلوم، فيبقى هنا is baking. طبعا واحنا بنضيف ing هنحذف الإي، يبقى is baking. طبعا من علامات present continuous اللي هو المضارع المستمر اللي في آخر الجملة هنا كلمة at the moment في هذه اللحظة. at the moment فبنستخدم present continuous اللي هو am أو is أو are والverb plus ing. Number 2. She is busy at the moment. She برضو قلنا at the moment في هذه اللحظة، يبقى she is talking to a friend. Look at the old man. لما بقول لواحد look انظر أو listen استمع لحاجة بتحدث في هذه اللحظة، فبرضه بنستخدم present continuous. Look at the old man who طبعا هنخليها في present continuous يبقى is swimming، وهنزود حرف الام أو هنضاعف حرف الام قبل ما نحط ing. Number 4. What she making؟ يبقى احنا مش عاوزين بقى does اللي بيجي معاه الانفينيتيف، لا هنجيب is عشان الفيرب في ing. What is she making؟ Number 5. نهى is نفس الكلام طبعا هنشيل الاي ونحط ing. A cake at the moment. Number 6. She is برضو نفس الكلام نشيل الاي ونحط ing. Number 7. This computer isn't working نحط ing عشان الفيرب جاي بعد am أو is أو are فبنحط في الفيرب ing. طبعا إذا كان الكلام مبني للمعلوم active، أما لو مبني للمجهول passive يبقى بعد am أو is أو are يبقى الفيرب في past participle في التصريف الثالث. Number 8. Will she playing the piano now؟ now يبقى عندنا am أو is أو are، طبعا she هتاخد is يبقى is she playing the piano now؟ My kids play in the garden now. now يبقى نحط مع my kids are playing. Salma is not drinking tea now. Number 11. The kids are eating. Everyone is leaving. يبقى نشيل إيه ونحط ing. The cat is not sleeping علشان is. Number 14. Work today was so العمل اليوم كان وجايب بور، طبعا هتبقى boring يعني ممل، الشغل كان ممل boring. برضو طبعا هنشيل الإي قبل ما نحط ing. boring يعني ممل. What an situation وعاوز أقول بقى موقف مزعج. في annoyed يعني متضايق أو منزعج، إنما annoying يعني مزعج أو مضايق يعني، يبقى annoying نشيل اي دي ونحط ing. يبقى الموقف مزعج ولا منزعج؟ طبعا الموقف مزعج اسم فاعل يبقى في ing annoying. The cat was القطة كانت frightened يعني يرعب when it saw the dog لما شافت الكلب، يبقى القطة كانت
مرعبة ولا مرعوبة لما شافت الكلب؟ مرعوبة اسم مفعول يبقى frightened بالإي دي، إنما لو مرعب يبقى frightening بالآي إن جي. يبقى الفرق يا سنة تالتة، الادجكتيفز الصفات اللي بنحط فيها اي ان جي بتبقى اسم فاعل، مرعب، مخيف، شيق، مثير، ممل. اما اللي بنحط فيها اي دي بتبقى اسم المفعول اللي هي بيقع عليها الفعل، اللي هو مرعوب، مهتم، شاعر بالملل كده. نمبر 17 I am excited تبقى طبعا بالاي دي، يعني انا منفعل او مثار about my holiday next week. The news of his sudden death خبر وفاته المفاجئ was shocking كان صادما، shocking بالاي ان جي. I was amazed كنت مندهش to see that the baby could talk. طبعا نشيل اي ان جي ونحط اي دي لان انا كنت مندهش مش كنت مدهش. Are you interested بالاي دي. Number 21 I was disappointed يعني كنت محبطا، disappointed محبط when I failed his language test أو this language test لما fail يعني يفشل، بقول لما فشلت في اختبار اللغة. I was disappointed كنت محبطا. I can't sleep that noise is really annoying الضوضاء مزعجة، annoying ing. Jane has been working hard all day. She is اللي بتشتغل طول اليوم يبقى tired متعبة، إنما لو متعب يبقى tiring، إنما هي متعبة تبقى tired. Why are you أنت ليه disappointed محبط. Don't you like the present. I was shocked كنت مصدوما when I heard the news about the earthquake. يبقى الخبر كان shocking كان صادما، إنما أنا كنت shocked منصدم بالإي دي أو مصدوم. They were all very by the performance of the actors بأداء الممثلين، يبقى هما كانوا very impressed يعني متأثر by the performance بأداء of the actors. That's too much heavy for one person هذا يعني ثقيل جدا على شخص واحد. I give you a hand I will give you a hand هساعدك I will give you a hand. القرارات السريعة اللي بتكون لسه متخذة أثناء الموقف بنستخدم معاها will من أشكال المستقبل. شوف نمبر 28 There are lots of clouds in the sky في سحب كتير في السماء. I think it هنا التنبؤ مبني على دليل، تنبؤ بشيء سوف يحدث، بس أنا بتنبأ predict أتنبأ بناء على دليل موجود، يبقى بنستخدم am أو is أو are going to. يبقى هنا I think it is going to rain مش will is going to. Number 29 You should be careful or you will hurt yourself يعني كن حريصا وإلا سوف تصيب نفسك، يبقى will hurt yourself. I feel really tired. I think I should go to bed. أعتقد أنا مفروض ينبغي أن أذهب إلى go to bed إلى السرير يعني أو النوم يعني. I think I should go to bed. I have decided طبعا لو عاوزين نستخدمها في المستقبل I think I will go to bed. I have decided that طالما في قرار decide يعني يقرر أو في plan خطة أو intention نية يبقى بنستخدم am أو is أو are going to. يبقى I have decided that I am هو حتى كاتب going to بس نحط لها بدل will بس نحط am. يبقى I am going to apply for that job. 32 I am sure you not fail the exam next week ده توقع أو رأي
فالرأي بنستخدم معاه will. يبقى I am sure you will not fail the exam next week. أنا متأكد إن أنت مش هتفشل في الامتحان يعني. When I am older I will build a big house. ده برضو تنبؤ أو توقع في المستقبل بناء على الرأي. When I am older I will build a big house. Number 34. I call you as soon as possible. I will call you. الوعود promises والتهديدات بنستخدم برضو معاها كلمة will. Number 35. You going to correct يبقى are you going to مع going to are طبعا am أو is أو are حسب الفاعل. Number 36. Perhaps ربما visit New York one day مجرد تخمين أو توقع أو تنبؤ مش مبني على دليل، فيبقى perhaps I will visit New York one day. 37. You open the window please. will ما بطلب من حد الطلب أو بعرض على حد مساعدة بستخدم will. Will you open the window please? 38. There is a traffic jam. We are going to be late. هنا التنبؤ مبني على دليل هنتأخر كده لأن في ازدحام في حركة المرور، شبيه بالمثال لما في there are a lot of clouds it's going to rain. Number 39. The last sentence. My son be 12 next Monday. ديت حقيقة في المستقبل فبنستخدم معاها will. will طبعا يعني سوف. خلاصة الفيوتشر سيمبل زمن المستقبل إن لما بيكون عندنا شيء له يعني في خطة plan أو نية intention أو قرار decision ده بنستخدم معاه am أو is أو are going to plus infinitive بالإضافة طبعا للتنبؤ بدليل. أما لو في شيء تمت له الترتيبات يعني واحد بيقول I have arranged رتبت كل شيء أو مناسبة اجتماعية مفهوم من الكلام إنها بتستدعي الترتيبات زي مثلا حفل زواج next week الأسبوع القادم أو حفلة party tonight ده بنستخدم معاه ال present continuous اللي هو am أو is أو are والverb plus ing. أما الوعود والتهديدات والتنبؤ بدون دليل والحقائق المستقبلية والعرض والطلب والقرارات السريعة اللي هي ناتجة عن موقف بدون اتخاذ قرار قبل كده دي بنستخدم معاها will. وبكده أعزائي الطلاب نكون انتهينا من مراجعة يونت 3. إن شاء الله في الفيديو القادم بنستكمل مع بعض باقي الوحدات. Until I meet you again I wish you the best of luck. حتى نلتقي مرة ثانية أتمنى لكم حظا سعيدا. Goodbye.